فيما يخص بقى ماتش الاهلي اللي فات واللي جاي ماتش القمه. الاهلي داخل الدنيا كويسه، انا راجل يعتبر انا مش متصدر، انا بعد بيراميدز، ولكن المفروض ان انا دلوقتي الدنيا بدات تفوق. بن شرقي موجود، امام موجود، حتى الغياب اللي كان موجود وقت ماتش الزمالك اللي فات العش ووسام موجودين. وسام مش اعلى حاجه بس تمام، وسام موجود، جراديشار موجود، فانا يعتبر جاهز. فاحنا هنخش الماتش هدوء، مفيش اي حاجه، مش عايزين نخش زي الماتش اللي فات واحنا هنكسب احنا هنكسب احنا هنكسب، الماتش بيخلص تعادل وبتخلص. لا، ان شاء الله احنا هنخش الماتش ده الدنيا تمام وكويسه، ونكون احنا كعبنا عالي كاهلي ونكسب الزمالك، عشان ده هيفرق معانا في بقيه الدوري. لان انا لو لا قدر الله اتعادلت او خسرت في المقابل بيراميدز هو كسب، الماتش اللي بعديه هلاعب بيراميدز. لو اتعادلت انا وهو، بيراميدز مش محتاج حاجه تانية غير ان هو يكسب ماتشاته العاديه، مش محتاج يشوف المنافس اللي هو الاهلي هيعمل ايه. فماتش القمه ده فارق، وبان الماتش اللي فات، الماتش الاخير، ماتش طلائع الجيش، ان احنا كويسين تمام. فاتمنى ان احنا نلعب والموضوع يبقى فارق معانا. بن شرقي فايق، شفنا كوره. بس في نقطه، حسين الشحات محتاج يقعد دكه. حسين الشحات، اسامه ابو علي كان وحش الماتش، بس حسين الشحات بالاخص محتاج يقعد دكه شويه. حسين محتاج يريح. انا ممكن العب محمد عبد الله عادي جدا وهتبقى معدوله. محمد عبد الله على اليمين عشان هو اشول يقدر يلعب اللقطه دي، وبن شرقي شمال، خلصت. فيا ريت حسين لو مش هيتعدل، يا ريت يريح شويه يقعد دكه.